السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا. هنعمل البريوش او الشوريك. هتطلع معاكي من اول مرة قطنية وخفيفة وجميلة. بسم الله ما شاء الله. هنقول مقاديره مع بعض بالجرام وبالكوباية. ما تنسوش قبل ما نبتدي، ما تنسوش باللايك والاشتراك. وتعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف عملناه ازاي. هنسمي الله وبولة كده. هنحط كوبايتين لبن، سعة الكوباية 200 جرام، يعني كوبايتين 400 جرام. نحط كوباية زيت 200 جرام، وهنحط كوباية سكر 200 جرام، وكمان معانا معلقتين خميرة، المعلقة 10 جرام، يعني 20 جرام خميرة. وعندي معلقة خل، ومعلقة ملح صغيرة. وهنسمي الله ونصلي على الرسول ونقلب كويس قوي لحد الحبيبات دي كلها ما تدوب معايا. وبعدين بحط بيضة وبياض بيضة. تمام. انا عاملة النهاردة مقدار الكيلو دقيق، تقدري تعملي نص كيلو. تمام. انا بنزل بكيلو دقيق ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، وبنقلب باي معلقة خشب سباتيولا، اي حاجة عندك. في المرحلة دي ما ينفعش اقلب بايدي، عشان بس العجينة هتلحوس ايديا وهتتبهدل ومش هتعرفي تتحكمي في العجينة. وبقلب بالمعلقة لحد ما كل الدقيق يدخل في السوائل. افضل اقلب بايدي كده كويس، وبعدين بمسح بقى المعلقة خالص. وفي المرحلة دي ببتدي استخدم ايدي وادخل كل الدقيق في السوائل. تعالوا بينا نتكلم بقى مع بعض عن العجينة وعن انواع الدقيق. في عندك مثلا دقيق بيسحب، بيقبل سوائل كتير، في دقيق ما بيقبلش سوائل. انا عندي العجينة هنا خدت معلقتين دقيق، بعد ما عجنته وخلصت لقيتها بتلزق شوية. لا، مفروض عجينة البريوش ما تلزقش، تبقى ماسكة نفسها شوية. باخدها وبنزل بيها على الرخامة كده، وافضل اخد ودي فيها. مدة العجن قد ايه؟ مدة العجن 10 دقايق. لازم تاخدي وقتك في العجين. في اي عجينة لازم تاخدي وتدي فيها كده كويس قوي، وتاخد وقتها في العجين. ليه؟ عشان تطلع العجينة معاكي ناعمة وجميلة. كمان وانت بتشتغلي فيها وانت بتشكليها تبقى جميلة كده في ايدك وسهلة وبسيطة، وتبقى زي الملبن كده. تمام. وكمان في التسوية بتبقى احسن بكتير. اول ما بتدخل الفرن كده بتبان، من اول دقيقة تدخل الفرن بتبان. شايفين انا بوريلكم العجينة اهي، بقول لك كده خلاص ما بقتش تفتح. بس برضو انا بديلها شوية. ويا سلام بقى اما تركنيها حبة كده دقيقتين ولا حاجة وترجعي تعجني فيها تاني. تمام. في المرحلة دي انا بشد عليها الاسترتش، وبنحطها في مكان دافي لمدة نص ساعة، ساعة الا ربع. البريوش مش من انواع الدقيق انواع العجين اللي هي بتخمر وتعلى جامد قوي، لا ما بتخمرش. هي خدت معايا نص ساعة بالظبط، ولقيتها بدأت ترتاح وبقت جميلة كده معايا. وبننتهز الفرص بقى وادهن الصينية بتاعتي، وابتدي اطلع العجينة. بسم الله ما شاء الله. شايفين عاملة ازاي؟ ارتاحت كده وتحس انها كمان عليت شوية. بسم الله ما شاء الله. ده حبايبي مقدار الكيلو. انا لو عايزة تعملي بقى نص كيلو بتقسمي الكمية. ممكن ياخد معاكي معلقتين دقيق، ممكن ياخد معاكي حبة دقيق ربع كيلو، عادي مفيش مشكلة، لان انواع الدقيق بتختلف عن بعضها. مش كل الدقيق زي بعضه. انا في العجينة دي استخدمت دقيق الاهرامات. طبعا دقيق الاهرامات ده احسن دقيق. وبنقسم العجينة نصين. وبشيل نص العجينة واغطيه، والنص التاني في ايدي كده ابتدي اقطعه واشكله. بنعمله بالطول كده عشان كل القطع تبقى متساوية زي بعض. ولو عندي قطعة اكبر من التانية انا بشيل منها حبة، بس بحاول على قد بقدر الامكان على قد ما بقدر بخلي كل القطع زي بعض، وكل الحجم العجينة كله زي بعضه، مفيش حتة اكبر من التانية.
بنقطع كده ونرولها زي ما حضرتك شايفة كده جميلة ازاي. العجينة بقى ناعمة وطرية وما بتلزقش، بسم الله ما شاء الله. لو في حتة اكبر من التانية بنشيلها وناخد من دي حتة ومن دي حتة ونخليهم كلهم كده مقاس واحد وحجم واحد. بنفس الطريقة كل الكور بتبقى حجم واحد زي ما اتفقنا. بسم الله ما شاء الله جايبة معايا الكيلو، بسم الله ما شاء الله عمل معايا حوالي 100 واحدة او 120 واحدة، 120 كورة. طبعا كل كورة بوحدة بريوش. تخيلي بقى بسم الله ما شاء الله هتملي بيتك بالخير. هتفضلي بقى يعني الولاد بسم الله ما شاء الله يومين 3 4 وممكن اسبوع كمان يقعد معاهم فطار ولو مثلا بين الغدا والعشاء جعانين لا هيسحبوا منه وهياكلوا. انتي مليتي بيتك بالخير وخليتيش ولادك يطلعوا مثلا يشتروا من بره، لا حاجتي موجودة في البيت. واقول لك على حاجة بقى، احسن حاجة ان الولاد بيحبوا حاجة ماما احسن مليون مرة من حاجة بره. لا ما بيطلعوش يشتروا من الفرن، يحبوا حاجة ماما دايما وياكلوا. تسمعي بقى كلمة تسلم ايديك يا ماما، يا كلمتين دول عندي بالدنيا وما فيها. ربنا يا رب يحفظ لكم اولادكم ويحفظكم ويبارك فيهم يا رب ويبارك فيكم. ودايما كده تكوني في بيتك مفرحة اولادك، بتعمل لهم كل الحاجات الحلوة اللي بيحبوها. إيه على فكرة انا اقول لكم النهاردة هنبتدي مع بعض سلسلة المخبوزات. دي اول حاجة عندي كنا نعملها النهاردة البريوش او الشوريك. وهنبتدي بقى ان شاء الله هنعمل الفينو، هنعمل القراقيش، هنعمل كل المخبوزات، هنعمل المضفرة بتاعة الفرن، هنعمل القرص بالعجوة ان شاء الله. كل المخبوزات دي انا هخليكوا استاذة فيها بامر الله يا رب، وهتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. وفي المرحلة دي خلاص انا خلصت كل الكور. بنغطي بقى بفوطة، بنغطي بكيس، بستريتش راب اللي عندك تمام. وبنمسك اول كورة كورناها ونجيبها نفضل بقى نبرمها كده بسم الله ما شاء الله. شوفي كأنك بتعملي البقسماط، بس بقى هنخليها ايه، لا اتخن من البقسماط شوية، لان احنا بقى ايه عايزين نعملها الحلزوني كده حاجة جميلة. شوفوا هنبتديها ازاي. لازم تبقى عندك العجينة كلها بمستوى واحد، بس الجنب اللي هو هتبتدي بيه البداية يبقى رفيع، حاجة بسيطة خالص. وبنرفع جنب واحد بس زي ما اتفقنا، ونمسكها من اتجاه واحد ونلفها زي ما انت شايفة كده. سهلة جدا وبسيطة وبتخلص بسرعة تمام. انا دهنة الصاج بتاعي من شوية دهنة بسيطة خالص على فكرة، بنحط نقطة زيت واحدة بس عشان ما يلزقش. وفي المرحلة دي انا بسيبه يخمر لمدة تلت ساعة، يعني من تلت ساعة لنص ساعة مش اكتر. وبجيب صفار البيضة بتاعتي وعليه معلقتين لبن مع ونقطتين فانيليا سايلة. لو عندك ما عندكش فانيليا سايلة ينفع كيس اللي هو الكيس الفانيليا كوكس، فانيليا دريم، اي فانيليا عندك تنفع. وبقلب كويس قوي كده. وهنشوف بقى البريوش بتاعنا بعد ما خمر. شايفين حبايبي جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة في منتهى الجمال. وبندهن كل البريوش بتاعنا كده بالمادة الجميلة بتاعتنا ديت، ونرش عليه سكر. وبيدخل الفرن على درجة 200، على درجة حرارة 200 لو عندك مروحة. لو ما فيش مروحة بتبقى طبعا اقل من كده شوية. بتقعد قد ايه في الفرن؟ من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير قوي، وتطلع زي ما انتوا شايفين معايا كده. شايفين قد ايه جميلة، ناعمة وهشة وجميلة بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال. ودي مش اول ولا اخر حاجة في المخبوزات هنعملها مع بعض. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. ما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.